وصحة وسعادة ويا رب دايما متجمعين بخير. النهارده في ختام يوم بعتبر العرس كل مهندسين الدقهلية. الحمد لله إقبال كبير، حوالي 2500 مهندس في يوم في رمضان، ده رقم كويس جدا. والفترة الانتخابية برضه مش كبيرة، بنتكلم في حوالي 7 ساعات، مقسوم منها ساعة صلاة، يعني بنتكلم في حوالي 6 ساعات، ده رقم كويس جدا. الجمعية العمومية الحمد لله مشت على أفضل ما يرام. في يعني جو يسود المحبه والموده بين المهندسين. ونرحب بحضراتكم جميعا في جدول في اجتماع الجمعيه العموميه العاديه يوم الجمعه الموافق 27/2/2026. وبنبدا النهارده بكلمه السيد المهندس ابراهيم حسنين نقيب المهندسين في الدقهليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وزملائي المهندسين الجمعيه العموميه الدقهليه، النهارده زي الدكتور محمد قال فعلا يوم جميل قوي. النهارده كان يوم الانتخابات، كلنا شعرنا باليوم. اليوم كان مرهق عشان احنا صايمين وواقفين طول اليوم تقريبا على رجلينا، بس في الاخر الحراك اللي بيحصل في النتيجه بتاعته، سواء ايا كانت النتيجه طبعا بتساعد الناس القائمه على الموضوع. انت بتعمل حاجه بتنجح فيها، ايا كانت الحاجه دي انت بتحس انك مبسوط على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. فانا فعلا بشكر كل زملائي اللي كانوا مشاركين في اليوم النهارده وطلع اليوم بالمنظر ده. مع ختام الدوره بتاعتي حابب اقول كلمه من القلب لكل زملائي في الجمعيه العموميه. في اللي حصل؟ وقفوا ليه؟ لا مع ختام دورتي اولا ببارك لاخويا وحبيبي المهندس الشافعي، ويعني انا مشفق عليه لان النقابه فيها شغل كتير قوي في المرحله اللي جايه، هو قدها وقدود. انا عارف، انا لما كنت بعمل بوست تأييد المهندس رضا بصفته صديق كنت دايما بقول كده المهندس رضا ليه؟ لحاجتين. زحمه قوي المكان. المهندس رضا هو رجل المرحله، والمرحله دي محتاجاه. المهندس رضا نقيب دقهليه مش هيبقى نقيب دقهليه بس، هيبقى عضو المجلس الاعلى. وعضو المجلس الاعلى ده يا جماعه عبء ولود رهيب على الاعضاء اللي فيه. الاربع سنين اللي فاتوا النقابه العامه يعني نعتبر ما عملناش حاجه في المجلس الاربع سنين دول، بغض النظر نتفق نختلف مش هي ده النقطه، بس ده اللي انا بقوله، ده رايي الشخصي وبقوله لكل الناس. يا رب يعني يرزق المهندس رضا مع المجلس الجديد ان هم يقدروا يعملوا حاجه في الاربع سنين بتوعهم الجايين، لان المشاكل في النقابه العامه مشاكل كتيره جدا جدا جدا، وبعض الناس عارفاها. زحمه قوي يا الناس جماعه، عبد الله زحمه انا قوي. عارف في بعض الناس عارفه الكلام ناخد ده. نفسنا اصلا. انا بقول حاجه لاخواتي وزملائي، انا اجتهدت. لا رئيس، لا انا عايز اقول حاجه لحضراتكم من القلب والله. الفتره اللي فاتت كان فيها شد وجذب كتير، فانا لو في اي حد من حضراتكم زعل مني في اي حاجه انا عملتها بدون قصد يسامحني وخلاص. احنا اجتهدنا، اصبنا، اخطانا، كل حاجه ممكن تكون موجوده، ولكن احنا اشتغلنا وخلاص. في حاجات خدنا فيها خطوات ربنا كده فيها الكمال، وفي حاجات خدنا فيها خطوات ربنا ما قدرش فيها ان هي تكتمل على خير. ندعو للمهندس رضا والمجلس بتاعه اللي جاي ان شاء الله رب العالمين ان ربنا يوفقهم فيما احنا ما قدرناش نعمله. فعموما انا كابراهيم حسنين بقول لكم اي حد زعلان مني يسامحني. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا بدعو المهندس رضا ومجلسه الجديد انه يحط ايده في ايدين الجمعيه العموميه كلها بلا استثناء، بلا اقصاء لحد. دي اللي احنا يعني في اواخر الفتره بتاعتي دي اللي احنا لمسناها كلنا، وانا شايف ان المهندس رضا عنده الرغبه في ديت. انا مش هتكلم على لسانه لان مش مفروض ان انا اقول كده، لكن انا بقول احساسي الشخصي
منصب ده ان شاء الله 4 مين في الدوره اللي جايه. مفيش اقصاء لاي حد من الجمعيه العموميه، واي حد يا جماعه عنده اي فكره. المنصب الحقيقي طبعا اخوي عارف النقابه فين يا جماعه، يطلع ويقول يا جماعه احنا عايزين كذا، احنا عايزين نسوي كذا. يا منصب ده اعمل لنا قعده يوم كذا نتكلم مع بعض. المنصب ده عمل اعداد كتير قوي وطلب الناس قعده للجمعيه العموميه، ولازم محدش بيجي، واللي بيجي بيجي بيتفرج على المنصب ده. يا عم اتكلم، انت عندك مشكله في النادي، عندك مشكله في النقابه، عندك مشكله في اي اداء، اتكلم مع المهندس رضا وايا كان، مش المهندس ده بس، اي حد من المجلس. يا جماعه انتوا في عندكم قصور في الحته الفلانيه وعايزين نتكلم فيه مع بعض، نتكلم. احنا في الاخر اخوه وزملاء كلنا مع بعض، ما حدش فينا غريب عن التاني، كلنا عارفين بعض. هنفضل ننتقد وخلاص، المركب مش هتمشي. لازم يبقى في نقد بناء. المهندس رضا موجود او ايا كان اللي موجود وفي مشكله في حاجه معينه، نجيبه ونقعد معاه تاني. عندنا جمعيه عموميه السنه الجايه، الجمعيه العموميه بتاعت السنه دي في حاجات قلناها وما اتعملتش، السنه الجايه نحاسب المجلس عليها، انتوا ما عملتوش كذا ليه وعملتوا كذا ليه، وهكذا. هي دي رؤيتي اللي جاي مش هينفع حد واحد بس هو اللي يشتغل، لا مجلس لوحده هينفع ولا جمعيه عموميه لوحدها. لازم الاثنين يحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان النقابه دي ربنا يكرمنا وتتم على خير يا رب العالمين. طولت عليكم والجو ساقع واليوم كان مرهق النهارده، بس اتمنى بجد والله ان هي كلمه من القلب. اتمنى التوفيق والنجاح للمجلس اللي جاي وللجمعيه العموميه، هي تزقوا اللي ينجح. والتوفيق يا رب العالمين. واخر الشرح حضراتكم. شكرا يا مهندس ابراهيم. والان مع كلمه السيد المهندس